مرات كنتلقاو في حياتنا ناس ما كيحتاجوش يديروا مجهود باش يخليو اثر في قلوبنا. ناس حضورهم كيعلم وسكوتهم كيوصل، وكلماتهم قليلة ولكن مفعولها كبير. الحلقة ديال اليوم ماشي قصة نجاح وماشي درس في الفلسفة، هي فقط حكاية رجل من أطيب خلق الله. رجل ماشي بحال باقي الرجال، ولكن بصمته بقات فيا أمر كامل. مرحبا بكم في حلقة خاصة جدا من صوت الروح، حلقة فيها الصمت عنده صوت، وفيها حكمة كتخرج من القلب قبل اللسان. عنوان الحلقة اليوم: بصمة في القلب. كان ساكت ولكن في صمته حكمة. رجل دخل لحياتي بلا ضجيج وبقى في قلبي بلا استئذان. ما قراش في مدرسة ولكن علمني الصبر، علمني نختار الوقت والكلمة والسكات. كان كيغضب بلا ما يجرح، وكيواسي بكلمة واحدة كتدفي القلب. رجل أبصم في حياتي، رجل من أطيب خلق الله. عرفته غير 8 سنين، ولكن هاد ال8 سنين كانوا أغلى من سنين طويلة مع ناس آخرين. رجل ماشي بحال الرجال، كان ساكت ولكن في صمته كان كيعرف شنو خاصو يقول وشنو خاصو يسكت عليه، وقتاش يتكلم، وما كيخطيش خطوة حتى يعرف علاش وفين ووقتاش. رجل عصامي، ما تعلمش من المدرسة ولكن تعلم من الحياة. الحياة دوزاتو من طريق صعيبة، ولكن ما قساتوش، بالعكس قواتو وخلاتو يعرف القيمة الحقيقية ديال كل لحظة وكل كلمة وكل إنسان. كان كيعلمك الصبر بلا ما يتكلم، يغضب منك بلا ما يجرحك، وينصحك بلا ما يقلل من قيمتك. سياسة في الحياة بسيطة بزاف ولكن عميقة. خذ حقك بلا ما تعدى على الناس. كان كيشجعك بابتسامة، واحد النوع ديال الابتسامة اللي كتحس بها كأنها كتبني فيك ثقة ما كانتش. كانت كتخليك تشوف النجاح في عينيه قبل ما تشوفه في الحقيقة. منه تعلمت الصبر بلا ما يشرح، ومنه تعلمت العطاء والسخاء بلا مقابل وبلا شروط. إلا تكلم كان خص الموضوع في كلام موزون، كلام كتسمعو بكل جوارحك، كلام كيدخل للقلب وكيبقى. كلامو ما كانش كيجي من فراغ، كان كيجي من روح طيبة، من قلب كبير، من واحد السيد اللي عمرني ما شفتو في أكثر من نسخة. حتى لو نتكلم ساعات طويلة عليه ما نعطيهش حقه، لأنه ما كانش عادي. كان قدوة بالصمت قبل الكلام، وبالسلوك قبل النصيحة. صوت الروح بودكاست كيخلي الكلمات كتدفي القلب، وهذا الصوت اليوم مهدى لروح بصمت في قلبي، ومازال صداها باقي.